معاكم أميمة. في عمري 30 عام، كبرت في العروبية وكنا ما فحالناش، كنا الناس ديال الدوار، عاطينا فين نسكنو، ما عندنا لا أرض لا والو. كنا حنا 5 ديال الخوت، 3 ذكورة و2 ديال البنات. كان الوالد ديالي كيربي المعيز وكيربي البعايم. كبرنا ديما كان كيقيل سارعهم غير في الغابة، كيدي بالوحدة للسوق، كيشري لينا اللي خاصنا، وكانت مي حتى هي كتعاونو، كتمشي عند الناس كتخدم معاهم في الفلاحة. ملي كبرنا خدمنا حتى حنايا في الفلاحة، حتى غادي تزوج اختي. انا اللي كنت تابعاها في الترتيب، ما تزوجاتش حيت كنت خايبه شويه، كانوا كيقولوا بيني وبين اختي حتى شي علاقه. امي كانت ديما كتبقى مقابله الشقه وانا كنخرج للفلاحه. بعض المرات خوتي كان داك الصغير هو اللي كيبقى مقابل داك السريح. خوتي الاخرين مزوج بهم، واحد كان تزوج وجالس معانا ولا هو ولا مراته، والاخر كان مشى للمدينه، ما كيجي عندنا حتى العيد الكبير. كان خدام في واحد المدينه اللي شويه بعيده. غادي نبقى في دارنا حتى لواحد النهار مع مرات خويا على الشغل، عيراتني بالبيره، قالت لي سيري سيري قلبي لك على راجل باش يحيد منك هاد الجنون اللي فيك، وغادي تجيني واحد الحاله في شي شكل. حتى طحت ليهم، بقاو كيكبوا عليا في الماء. ملي دخل خويا من الخدمه عارف اشنو واقع، ضرب مراته، ناض الروينه في الدار. من بعد هادشي ما بقيتش كنهضر انا مع مرات خويا، ما بقيتش حامله نبقى انا ودارنا ولا في داك الدوار. قلت لوالديا غادي نمشي نخدم في المدينه، قالوا لي ما تمشيش انت ما عندك لا دبلوم لا حتى شي حاجه. وقلت لهم والو، غادي نمشي نخدم في الديور. وفعلا داتني واحد السيده من الدوار ديالنا، كانت كدير البنات كتخدمهم في المدينه، دبرات لي على خدمه في واحد الدار. مولات الدار كانت حمقات عليا، كانت عجباتها بزاف حيت كنت حادبه وكنت حانيه الراس وكنت خايبه. كانت عارفه راسها بان راجلها ما عاديش يشوف لجهتي. واحد النهار كانت فرحانه بيا لواحد الدرجه اللي كبيره، حتى انا عجبني الحال. بديت مع الوقت كنتعلم مزيان، كنشقى مزيان، وليت كنعرف شويه في الدار. كانت كتعطيني الحوايج، كنت كنصبنهم، كنحددهم، كنبقى خدامه معاها النهار كامل وانا كنضرب في التماره. بقيت معاهم لمده ديال عامين، دازوا فيها بزاف ديال الحاجات. عييت مع كنت انا اللي كنتقدى ونتسخر من الحانوت، وليت عارفه كل شيء. تعرفت على واحد البنت اللي كانت خدامه حتى هي في الديور، سحبت انا وياها، كنا كنخرجوا انا وياها نمشيو للحمام بزوج، كنا كنتسارا ونخرجوا ناكلوا على برا. نهار الحد كنا مره كنديروا دورره، هي كتاخذ الايد من عند الناس اللي خدامه من عندهم، وحتى انا نفس الشيء. لكن الزواج والو، حتى شي واحد ما كان كيشوف ليا. حتى لواحد النهار كان العرس في ديك العائله ديال السيده اللي انا خدامه معاها. كانت هاد السيده سميتها خديجه. غادي نمشي معاهم للدار ديال العرس، قالت لي غادي تعاونيهم في الكوزينه وغادي يخلصوا. قالت ليها واخا. مشينا، كانت الفيلا زوينه، انا ما شفتهاش من الداخل بالتفصيل مزيان ما والو، حيت كنت مشيت من الباب نيشان للكوزينه، لقيت 2 ديال العيالات تما وراوني شنو غادي ندير. بديت الخدمه ديالي، وكان كل مره كيجي واحد من العائله لابس ومقاد كيطلع لينا في الكوزينه فين وصلنا في الخدمه. كانوا ناس اللي لاباس عليهم، كانوا مخلقين، كيتعاملوا معنا مزيان. تريتور حط داكشي ديالو، بداو خدمتهم، بدا العرس وحنا في الكوزينه. واحد الوقيته جا واحد الراجل كان في عمره 42 سنه، ما كانش بحال الناس الاخرين، كان دايخ شويه، بقى كيميل شويه وكيشوف فيا. كنا ديك الساعه الثانيه حنا في الكوزينه. كانت واحد المراه اللي تقريبا كبيره في العمر، كانت غليظه، وواحده اخرى تقريبا في الربعينات، الاخرى كانت في الخمسينات تقريبا. انا كنت صغيره فيهم. كانت ديك الساعه عندي 20 سنه، كيشوف فيا قال لي اجي تما، غادي يخرج من الكوزينه تبعته. قلت لي شنو؟ قال لي اجي بغيتك. بداو كيبانوا لي الناس، رجعت باللورانيه، حيت العرس كانوا الناس فيه لاباس عليهم، كانوا كلشي لابس مزيان. انا كان باين عليا بلي راه خدامه خصني نبقى في الكوزينه. قلت له ما يمكنش ليا نخرج من الكوزينه. قال لي شكون قال لك هذا الشيء؟ قلت ليه فلانه، وهو يعايرها بواحد الكلمه اللي خايبه. قال لي تسناي تما، تمشي قدامي كيميل. مشى هو لواحد البلاصه، جبد شي حاجه وجابها ليا عطاها ليا، كانت قرعه اللي مبديه، وقال لي هاكي خزني هادي عندك. شديتها، خفت انا من داكشي اللي كيقول لي، بقيت غير كنفد، وفي نفس الوقت ما قدرتش نقول ليه لا، ما قدرتش نقول ليه حتى شي حاجه ولا نرفض ليه اي طلب ديالو. دخلت الكوزينه، قلتها للخدامه اللي كانت في الدار، شدتها من عندي، دارتها في البلاكار وقالت لي ما تقولي والو. كملنا الخدمه ديالنا. شويه غيولي داك الراجل كل مره جاي عندنا الكوزينه كيقصدني غير انا. واحد الوقيته وهو يقول لي انتي زوينه. قلت ليه في خاطري نهار الصباح تبدل رايك. ايوا السيد غيبقى لاصقني وعاطيني ديك الامانه، كنجبدها وكنعطيها ليه. كيقول لي خزنيها عاوتاني، كنولي نعاود نردها للبلاكار. كيرجع عاوتاني كيقول لي يعطيني ديك الامانه، كنعاود عاوتاني نعطيها ليه. وديك الخدامه ديالهم كانت كبيره شويه، وكانت هي اللي كتحكم فينا، كتقول لي غير سكتي، واللي قالها لك ديريها، ديري خدمتك وسكتي.
غادي يسالي داك السيد ديك القرعه وغادي يجبد واحد الظرف ديال الفلوس عطاه ليا. جات عاوتاني ديك السيده قالت لي خديه وصافي. شديت انا ديك الفلوس درتها في جيبي، لحت ديك القرعه حاشاكم في الزبل، درت فوق منها بزاف ديال الوراقي والميكات باش ما تعرفش شنو هي ولحناها. مشى الراجل كمل العرس. كل مره كيجي عندنا الكوزينه كيمشي حتى ثلا العرس بالمره. جمعنا قادينا كلشي، ستفنا كلشي اللي تمسح اللي تخمل اللي تغسل، داكشي رجعناه كيف ما كان. وفعلا خلصوني وكانت خلصه اللي مزيانه. رجعت مع مولات الدار، كملت خدمتي معاها في الدار عادي كيف ما كنت وكيف ما من قبل. من بعد عرفت ان هذاك الراجل هو خال هاد السيده اللي انا خدامه عندها. كان موظف واحد الوظيفه اللي بسيطه، كان هو الوحيد اللي وسط من خوتو الموظف بسيط. كلهم كانوا خدامين خدمه اللي مزيانه، حتى الام ديالهم الحاجه كان لاباس عليها وكانت بخير، والاب ديالها كان لاباس عليه ومعروفين في المدينه. هاد ولدها هذا كان ساكن معاها، كان ما عمره ما تزوج. علاش ما نعرف، كان بيه شي ما كيحملش الناس اللي لاباس عليهم، كيبقى يعاير في خوتو وخواتاتو، كيعيب عليهم حيتاش ما بقاوش في صباغتهم باللي داروا الفلوس وتبدلوا. كان عزيز عليه الناس الدراوش، كيتهلا في الخدامه، في العساس، في الجاردينيي. هما ما كانوش خوتو، ما كانوش كيحملوا هاد التصرفات ديالو، ما كانوش كيبغيوه يطرع النيفو ديالو، يبان حتى هو منهم، حيت كان هو ديما كيخرج فيهم وكان كيقول لهم الهضره في وجههم نيشان، كيقول لهم نتوما فيكم غير العيوب. عاد انه كان بلي وما كانش عندهم هاد الشيء وسط من العائله، هو كان كيدير لهم بالضد ديال داكشي هما اللي كيبغيو يبانوا فيه. وصافي السيل غادي نولي نشوفه في كل مناسبه كانت عندهم، وكديني مولات الدار تما لدارهم، كنمشي نعاون نشقى. كان كيشوفني كيتهلا فيا، كيجمع معايا، حتى لواحد النهار اللي غنتفاجئ قال لي عرفي باللي راسك بانك انتي غاكي زوينه. انا ديك الساعه عرفتو باللي راه ماشي في الوعد ديالو، تبسمت وحشمت ومشيت باش انني نقضي شغلي. انا كنت تالفه فين غادي نمشي، واش غادي نكمل خدمتي. بقيت غير كنخمم، عمر شي واحد ما قال لي شي كلمه زوينه. بقيت غير مستوها، كنتسنى غير فوقاش انني نسالي ونمشي في حالي للدار، ما نبقاش في هاد المناسبه. ديما كنتلاقى به وديما كيقول لي هاد الهضره، كان كيحرجني. دازت الايام، واحد النهار جا عند مولات الدار، جمع معايا شويه اللي هي الاخت ديالو، قال لي واش عندك شي وقيته ديال الراحه. قلت ليه عندي في هاد العشيه، راني كنخرج مع صاحبتي وكنشربوا اللي خصنا نتصاراو، بغينا ناخذوا شي حاجه وكنرجعوا بوحدنا. هو يقول لي صافي ماشي مشكل، هانتي اليوم خرجي مع صاحبتك، والسيمانه الجايه الحد الجاي غادي نخرجكم وغادي ندير بكم شي دويره. انا الصراحه ما نكذبش عليكم، ديك الساعه ملي قال لي بحال هكا انا تلفت. صافي انا ما عمر شي واحد ما قال لي شي حاجه، ما عمر شي حد مدها فيا. قال لي واش كتعرفي القهوه الفلانيه؟ قلت ليه قال لي غتلقيني تما في العشيه. مشى بحالو، غنحس براسي باللي مرفوعه، قلبي ما بقاش في بلاصتو، غنبدا نتسنى غير فوقاش يوصل داك الحد. فعلا مشينا، خرجت انا وصاحبتي، تلاقيناه، عيط علينا، دخلنا عنده لديك القهوه، جلسنا، طلب لينا عصير وحلوه، كليناهم، قال لنا فين بغيتو تمشيو. المهم ركبنا في الطوموبيل، دار بينا واحد الدوره في المدينه كامله تقريبا. من بعد مشينا للبحر، تمشينا في داك الكورنيش ديال البحر. شويه كان الراجل مايل بزاف، انا ما فهمت منه حتى شي حاجه، هو راه يمكن كان شارب. كلينا في واحد البلاصه، رجعنا، قال لي بيني وبينك الحد الجاي جي غير بوحدك، انا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع، ما تجيبي معاك حتى شي واحد. ايوا انا صافي مد ليا حتى الفلوس، دور حتى مع صاحبتي، حنا ما قدرنا نقولوا له والو، شديناهم بالتخبيه، ايوا وسكتنا، مشينا بحالنا. مشى هو حتى هو بحاله. بقات صاحبتي ديما كتقشب عليا وكتقول لي كون دبرتي على راسك في هذا ما تفلتيهش، كيف ما كان الحال راه وط منهم وغادي تعيشي معاهم وبزز منهم. كنت كنقول ليها ويلي واش انتي كتصدقي هاد الهضره، فين انا وفين هو، راه غير مسكين كيبقاو فيه الناس الدراوش وبقينا فيه، راه داكشي علاش تعمل معنا بحال هكا. ايوا صافي ولا دائما كيدير ديال المزيان معنا، وهو كان كيدير اصلا هكا مع الناس كاملين اللي ما عندهمش وما فحالهمش، وبقينا ديما مجمعين معاه وديما نهضروا معاه. رجعت انا لخدمتي وديما كنفكر فيه كل ثانيه وكل دقيقه، كنبغي غير فوقاش نتلاقى به، كنبقى نشوف في المرايه، ندير الكريمات، نهتم براسي، كنقول مع راسي فعلا واش انا فعلا زوينه، واش بصح كيبغيني ولا غير كيبغي يدير فيا الخير وصافي. بقيت حايره ديما. ايوا غادي يوصل الحد، عاوتاني مشيت عنده غير بوحدي، تلاقيت به، جلسنا عاوتاني، كلينا، تمشينا، شرا لي واحد الكسوه، شرا لي واحد الصنداله، كليت انا وياه في واحد البلاصه اللي واعره. هذاك النهار بالضبط غادي نعرف بان هاد
هادشي اللي كيدير معايا راه بصح كيبغيني، ماشي كيدير معايا غير الخير وهكاك، راه بصح راني عاجباه، عبر ليا على الحب ديالو. هذاك النهار حتى انا غادي نولي نموت عليه، حطيت عليه الكبده، وليت حتى انا كنرتاح ليه. غادي نبدا نمشي معاه للدار، كانت عندهم واحد البرطمه ما كانوش واصلين ليها، كان كل مره كيديني، كنبقاو جالسين انا وياه 3-4 ديال السوايع، حتى النهار اللي غتعطل عليا الدوره. قلتها له، قلت له راه ها شنو وقع ليا وها شنو وقع ليا. قال لي عرفتي اش غديري؟ سيري للفارماسيان وهما راه غيديروا لك التيست. انا ديك الساعه ما كنتش عارفه. قال لي سيري للفارماسيان وهما غيفهموك كلشي. فعلا مشيت، وداك الشيء اللي كان غادي نلقى راسي حامله، وليت غير كنولول وكنبكي وكندوح، كنهبط في حناكي وكنقول هذه هي الاخرى، لا مع خوتي ومع با. جا هو قال لي ما عندكش مناش تخافي، انا غادي نتزوج بك. قلت لي شنو كتقول، واش متاكد؟ قال لي ايه انا كنبغيك وبغيتك للزواج. قلت له امك والعائله؟ قال لي الا ما بغاوش راهم يجريو عليا، ما عنديش السوق فيهم. قال لي شوفي انتي كتعرفيني انني غادي نتزوج بك وانا غادي ناخذك وما غاديش نضيعك، غادي تجمعي حوايجك وغادي تقولي للدار انك ما بقيتيش خدامه معاهم، وغادي تمشي لداركم وانا غادي نجي نخطبك بزز من كل شيء. لكن واخا قال لي هذا الكلام انا بقيت غير كنبكي وما مصدقاش. قلت راه غير كيتفلى عليا وعمره ما غادي يجي يخطبني. قلت راني غادي غير نمشي لدارنا وغادي يقطع معايا كل شيء في خطره، ما غاديش يعقل عليا. فكرت باش انني نهرب، فكرت باش نقولها لصاحبتي نمشيو انا وياها لمدينه واحده اخرى، لكن كنت خايفه. جمعت الوقفه وقلت خفتني ضروري نلقى الحل لراسي. مشيت عند سميه السيده اللي كنت خدامه عندها، مشيت جيت عندها وقلت لها راني كنحس براسي عيانه، بغيت نمشي لدارنا. هي حسات بشي حاجه ماشي تلهيه، لكن انا ما قلت لها والو، ما عرفت حتى شي لعبه. هزيت ساكي وخرجت، تلاقيت به كيتسناني، عطاني الفلوس باش انني نركب، وصلني للتران، قطع ليا وفعلا مشيت. قال لي السبت الجاي انا غادي نتبعك وغادي نجي نتغدى معاكم. كان داك النهار الاربع، بقى السيد حتى مشى التران هو حاضيني حتى غبت ومشى في حاله، لكن رغم هادشي كامل ما تيقتوش. لقيت الطريق كامله لراسي وانا كنخمم، كنقول انا غادا لدارنا وكرشي قدامي، كيفاش غادي نواجههم النهار غادي تبان الكرش ديالي. وبا في كل وقيته كيسولني على الصغيره والكبيره، ما تسرطاتش ليه كيفاش انايا جيت عند امي. مسكينه امي كتقول لي يا ماما الفاش لك كتجي في هذا الوقت، حيت كنت كنمشي غير في الاعياد. بقيت غير كنتلف ليهم في الهضره، حتى لواحد الوقيته دخلت الكوزينه، حسيت هي كانت كاينه تما في ديك الفتره، كانت كتوجد في العشاء. قلت ليها في ودني راه غيجيو في الخطاب. قبل ما نطق انا بحتى شي كلمه قالت لي سكتي. بقات كتدرف ليا في كتافي وكتقول لي خير 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 هذا، وكتقولها ليا غير بالحس. قالت لي شكون هذا؟ قلت لها راجل موظف اللي كبير شويه لكن راه عزري وعمره ما تزوج. طارت امي بالفرحه. كنا فين ما كنشوفوا مرت خويا جايه كنقلبوا الهضره. قلت لهم ما تقولوا ليها حتى شي حاجه وحتى شي واحد ما يعرف، حتى شي واحد ما يعرف هادشي اللي انا باغا ندير. قالت لي صافي نيت، الحاجه ديال الستره راه كتصدق. دوزت معاهم داك النهار، تعشينا، مشيت شديت بلاصتي، كنحس بالتليفون ديالي كيصوني تحت من الوساده. جاوبت شويه، كان هو. قال لي واش كلشي مزيان؟ قلت له كلشي مزيان. قال لي واش وصلتي بخير؟ قلت له بخير. بقى داوي معايا، كمل الهضره بسلامه. غادي يدوز الخميس، غادي تدوز الجمعه، وغادي تدوز السبت، وانا دوك اليومين دازوا عليا بحيله بشهر. فقت في الصباح، ميمتي مسكينه كتوجد في الغدا وفرحانه، وانايا قلبي مقبوط عليا ومخلوعه. كنقول مع راسي ما غاديش يجي، راه غير قال لي بحال هكاك، لكن راه محال واش يجي وراه غير كيلعب بيا. ملي صونا ليا وتاكدت باللي السيد شاد الطريق قلتها لمي، فرحات وقالتها لبا لبس احسن ما عنده ديك الساعه. ميمتي وجدت الغدا اللي هو زوين، قادو الصينيه، قالوها لمرت خويا، كلشي فرح الا مرت خويا اللي نكدتها علينا وقالت لينا نتوما يا في خباركم وخازنينها علينا. المهم خليناها في حالها. دوزنا داك النهار. صونا ليا في الوقت اللي قرب، خرج عنده خويا، جابوا معاه في الطوموبيل، دخلوا لدارنا. كانت الدار ديال الناس اللي بساط، مبنيه غير بالتراب. عندنا واحد الباب ديال القصدير مصدي، كيف ما كتدخلي منه هاد العام كتلقيه العام الاخر. دخل استقبلوه خويا وبا امي، دخلوه لواحد البيت اللي كان مفرش بالتراب، كيدخلوا ليه غير الضياف العزاز. جلسنا كاملين بكثره الحشمه، ما قدرش يشوف فيه. مي قالت مرحبا به. جات مرت خويا وحطت الصينيه، حطينا هذاك الشيء اللي قسم الله. واحد الوقيته رادي يقول لهم انا جاي طالب رغب في بنتكم. قالوا با هو حشمان وحاني راسو. قال له مرحبا بك. قال لهم انا موجود من كل شيء، ما كاين علاش نتسناو سيمانه ولا شهر ولا حتى الصيف، غادي ندير العقد وغادي تمشي معايا. شاف بفي، قالت ليه ميمتي الله يسخر. قال لها انا راه ما غاديش ندير العرس، غادي نجيب الوالده ديالي ندير العقد ونمشيو مجموعين، تمشي معانا مي با. ملي شافوه بحال هكاك تلفوا، ما بقاو كيقدروا يقولوا حتى شي حاجه. اللي قالها لهم كيقولوا ليه موافقين. ايوا حطينا الغدا، تغدى معانا، كان جاب معاه شي كادوات. السيد من بعد ما خرج عاد والدي ديك الساعه تنفسوا. ديك الساعه من بعد ما مشى هو رجعنا كنشوفوا في الكادوات وداكشي اللي جاب ليا. لقيتو جاب من كل حاجه جوج، ما خلا جلالب، ما خلا قفاطن، ما خلا تواب، جاب لينا الكادوات كاملين للدار. بقينا كنشوفوا في داكشي وفرحانين. با مسكين جا قال لي بنيتي منين عرفتيه؟ قلت له راه شافني، راه كيجي للسيد
السيده اللي انا خدامه عندها. قال لي وفي خبارها يا ربي تسمح لي انا كذبت عليه داك النهار. قلت له راه هي اللي شكرتني ليه وداك الشيء علاش ارتاح وبغى يتزوج بيا. ديك الساعه با عاد ارتاح وحضر عينيه وقال لي بنيتي الله يكمل عليك بالخير. جيت كنهضر انا وامي وقالت لي بنيتي السيمانه ما فيها والو وهو قال لك السيمانه الجايه غادي يجي وانايا راه ما يمكنش ما نديرش لك النهار ديالك. ماشي انت جايه الجاله ولا انت فايته مزوجه، انتي بنت داركم وخاصني ندير لك نهارك وسط من العائله والجيران والناس الدوار. ايوا داكشي اللي درنا وجدنا كل شيء. كنتسناو في النهار اللي غادي يجي هو وامه. داك النهار ميمتي عرضات على الجيران، عرضات على الناس الدوار، عرضات على العائله، دارت لي نهاري وانا ما همني والو غير فوقاش يدير العقد ونتزوج به. جاب معاه مو كانت منفخه وما راضياش على الوضع وما حاملانيش وكل شيء كان باين على وجهها. درت راسي ما على باليش وفوت نهاري. فعلا كتبت انا وياه، درنا العقد. من بعد ما سالا داك النهير مشيت معاهم وانا غاده الطريق كامله وما كنحسش بها، مزموته عليه. من بعد ما وصلنا وهي تمشي لبيت هانيشان. الدار عندهم كانت دار اللي هي كبيره فيها الخصه الوسط وكل شيء على حقه وطريقه. ما عمري ما كنت كنحلم انني غادي نسكن بحال هاد الدار. سولته وقلت ليه بغيت غير نعرف حاجه وحده، كيفاش قنعتيها؟ قال لي ما كيهمكش، دابا نساي عليك هاد الشيء ونساي عليك امي. انا شفتها بحال هكاك وعرفتها باللي ما باغانيش. دخلنا لبيتنا وديك الساعه النهار بدا كيطلع. كنا مهدودين، طحنا هكا وغادي نفيقوا حتى الغد. غادي نسمعوا الدقان في الباب والغواد كان حدا البيت ديالنا. من بعد ما فاق وحل الباب كنلقاو سميه اختو جات وكتغوت وكتسبسيه. فينك الغداره؟ دوز على الواد الهرهوري ما دوز على الواد سكوتي. من بعد ما فاق دار فيها واحد الدوره اللي شيطانيه، حتى هي قال لها هي ما دارت حتى شي حاجه، انا اللي بغيتها وانا اللي بغيت نتزوج بها. غادي تفوتوا عليكم السيده ولا اللي غندير لكم ما عمركم غادي تكونوا شفتوا فيا. بقيت عايشه وسط منهم وحتى شي واحد ما حاملني. عجوزتي دايراني بحال الخدامه، كنضل نهار وما طال وانا كنضرب في التماره. لكن مجرد ما كيجي راجلي كلشي كيتعامل معايا مزيان، كلشي كان كيدير ليا الحساب، بحكم كان ملي كينوض ليهم كيخوي ليهم كاع داكشي اللي كيعرفوا عليهم. كانوا كيخافوا منه وخصوصا الا بقى حتى كان سكران. بقيت على داك الحال، دوزت الفتره ديال الحمل ديالي حتى غادي نولد الولد. وفي واحد النهار صدمه نسمع عجوزتي كتهضر مع ولدها وقالت ليه دابا ها هي ولدت الولد، ايوا طلقها كيف ما كنتي موعدني. انا بقيت مصدومه، مشيت للبيت وبقيت كنفكر وكنقول واش هاد الراجل هذا تزوجني بصح وكان الغرض ديالو غير باش انني نولد ليه الولد، اولا بصح كان كيبغيني، اولا هادشي كامل اللي انا كنت كنعيشو مجرد حلم باش انني نولد ليه وكنت كنخدم عندهم في الدار. ملي جا عندي للبيت لقى الملامح ديالي مغيره، الشكل ديالي مغير وعيني منفوخين بالبكيه. ملي سولني انا ما قدرتش نكذب عليه، قلت ليه داكشي كامل اللي سمعته. ولكن الغريب هو انه قال لي العكس، قال لي انا هذاك الشيء درته غير باش ما يتولفش عليك ومع المده تقدر تقبلك وسط منها. لكن انا كنبغيك وعمري ما غادي نتفارق انا وياك. لكن الام ديالو ما عمرها ما تقبلاتني، وفي واحد النهار جرات عليه باش تضغط عليه ويطلقني. مشيت لدارنا وديت معايا ولدي وجلست تماك واحد المده ديال 15 يوم. بقيت صابره وديما على تواصل مع راجلي. كان ما كيقدرش باش انه يجبد الموضوع مع الام ديالو لانها كانت في ديك الفتره مريضه بزاف. لكن الخبر المفجع اللي غادي يرول لي حياتي هو ان راجلي في ديك الفتره دار كسيده وغادي يتوفى. تصدمت والعائله حتى هي تصدمات، حيت كانوا كيظنوا انه هو طلقني. رجعت عندهم وجيت في الفتره اللي كانوا كيدوزوا فيها العقي. حاسه براسي غريبه وسط منهم، ما بغيتش ناخذ منهم حتى شي حاجه، مجرد رضاو اللي ولدي يكبر من وسط ديك العائله ويكون حتى هو له النسب ويكون حتى هو له المكان وسط منهم. لكن عمرهم ما تقبلوني ولا داروني منهم اولا ولدي. كان وسط منهم واحد النهار جاني تليفون من واحد الراجل اللي هو غريب، قال لي بانه باغي يشوفني. من بعد ما مشيت عنده تلاقيت به، قال لي بانه راجلك مسجل جميع الاملاك ديالو بالاسم ديالك وبالاسم ديال ولده. مشيت تلاقيت بالمحامي وفعلا تاكدت باللي راجلي كل شيء كاتبو الولد ديالو على سميتي انا بلا ما يعرفوا العائله. رجعت وسكنت وسط منهم
والعجوزة خليتها أنها تولي تعامل معايا مزيان، وليت كنتهلا فيها وكندير ليها ماكلتها، واللي بغاتها كنفذها ليها. ولات كتقول لي انتي وحده منا وعمرك ما غادي تخرجي من وسط منا. بقيت عايشه معاهم ووليت كنقرا وكنتعلم، دوزت البيرمي وليت حتى انا عندي الشان وعندي بلاصه وسط منهم. وداكشي اللي كان الراجلي ولا كامل ليا، وليت عايشه معاهم، وحتى الدار قلت لهم انا ما بغيتهاش تباع، وعمري ما غادي نطلب حقي وحق ولدي، وغادي نزعليكم كل شيء. وصافي حبابي، وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم الحبابي. نتمنى من قلبي تكون قصتي عجباتكم ووصلت لكم شي حاجه زوينه. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك باش توصل الرسالة للناس أكثر، وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال روتين يومي. كتبوا لي في التعليقات شنو رأيكم، واش مريتي بشي تجربة بحالي. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.